بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي إن شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى لا إله إلا الله. يبقى الذكر بتاعنا لا إله إلا الله، مش عايزين نغفل عن ذكر الله. يا رب اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. حبايبي زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنعمل السمك المقلي بتتبيلة روعة جدا. يلا بينا نشوف الوصفة مع بعض، وما ننساش لا إله إلا الله. معايا السمك البلطي الجميل دوت ما شاء الله، مسكته نضفته كويس وغسلته زي ما احنا شايفين المنظر كده، بسم الله ما شاء الله. ونشوف كمان قلب السمكية كده من جوه عامل ازاي، شايفين ما شاء الله. غسلته كويس ورشيت عليه وعصرت عليه الليمون كده وسبته لحد ما اجهز الحشوة بتاعتي. يلا بينا نشوف الحشوة مع بعض. معايا فلفل حامي كده، ومعايا توم، ومعايا ليمون. بحب السمك بيبقى بالفلفل الحامي كده علشان بيبقى طعمه حلو. فرمت الخلطة بتاعتنا التوم على الفلفل وقسمتها بالنص، اخدت نصها للحشوة ونصها هركنه على جنب دلوقتي، وهنشوف هنعمل بيها ايه. هضيف كده على الخلطة بتاعتنا الشطة والكمون والملح، وهقلب الخلطة بتاعتي كويس كده. هنزل عليها بليمون وخل، وهقلب الخلطة كويس كده اللي هحشي بيها السمك بتاعنا. ما ننساش الذكر بتاعنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عايزين باستمرار على لساننا ذكر الله. هبدأ بقى أحشي السمك كده واحدة واحدة. بحشي السمكة من كل مكان، من فوق ومن تحت، بحشيها كده علشان تبقى متبلة كويس ومن بره ومن جوه. ما ننساش لا إله إلا الله. صدقوني هنعمل النهاردة خلطة جميلة جدا هنحطها على وش السمك البلطي بتاعنا. بتخلي لنا السمك طعمه جميل جدا كده، وبيبقى فيه فعلا القرمشة مع الطعم الجميل كده، بيبقى طعمه جميل جدا. ما ننساش لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وده كده السمك بتاعنا بعد ما حشيناه، هركنه كده بقى في الخلطة بتاعته كده شوية لحد ما اعمل التتبيلة الجميلة اللي هنعملها مع بعض. معايا طاسة كده على النار فيها معلقة زيت، وهنزل فيها بمعلقة توم مفروم، وهبدأ اقلب التوم كده لحد ما ياخد اللون البامبي الجميل. انا مش عايزاه يتحرق، انا عايزاه يبقى لونه بامبي كده. ما ننساش لا اله الا الله، لا اله الا الله. شايفين كده معايا اللون بتاع التوم بدأ ياخد اللون الجميل كده. كده اللون الجميل اللي انا عايزاه، مش عايزة اكتر من كده. هنزل بقى على التوم بتاعنا بمعلقة خل كبيرة او معلقتين خل، وهطفي بقى البوتاجاز على كده. ومعايا كمان معلقة الخلطة اللي انا سبتها وانا بهرس التوم والفلفل لحشوة السمك. هنزل بيه كده على الخلطة بتاعتنا الجميلة دي، وهنزل كمان معايا بعصير ليمونة، وهقلب الخلطة كويس كده. انا كل ده خلاص طفيت البوتاجاز، النار مش شغالة، وكده الخلطة بتاعتنا بقت جاهزة. هركن بقى الخلطة على جنب وابدأ اقلي السمك بتاعنا،
وفور خروج السمك من النار أبدأ أضيف عليه الخلطة الجميلة كده، بتخلي السمك طعمه روعة. جربوا الخلطة هتعجبكم جدا. يلا بينا بقى نقلي السمك ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا الدقيق بتاعنا، انا بقلي السمك في دقيق من غير اي حاجة تانية، اي اضافات تانية. ما ننساش الذكر بتاعنا لا اله الا الله. عايزين باستمرار على لساننا واحنا واقفين في المطبخ كده ان احنا نخرج من المطبخ بحسنات كتيرة. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنا همسك السمك بقى هنفضه كويس جدا من الدقيق، مخليش فيه اي دقيق علشان الزيت بتاعي ما يتحرقش. وهبدأ انزل بالسمك في الطاسة بتاعتي في الزيت الغزير، وابدأ اقلي السمك كده قليان عادي خالص. ما ننساش لا اله الا الله. كده السمك اخد لون من اول وش كده، هقلبه على الوش التاني علشان يتحمر ويبقى. وبهدي النار، مش بخليها عالية، بخليها نار متوسطة علشان السمك يتلدن وياخد اللون الجميل ويبقى المقرمش الحلو اللي احنا كلنا بنحبه. شايفين كده ما شاء الله السمك بتاعنا اخد اللون من الجنبين واتحمر كويس جدا. هبدأ بقى اخرج السمك واحدة واحدة. ما ننساش لا اله الا الله. وزي ما قلت معاكم، اول ما بيخرج السمك كده من النار ابدأ بقى اضيف عليه الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض الجميلة دي. شايفين منظر الخلطة ما شاء الله. شكلها بتبقى جميل جدا وبتدي طعم روعة للسمك بتاعنا. جربوا الوصفة هتعجبكم ان شاء الله. كلها مقادير بسيطة موجودة في البيت، مفيش حاجة زيادة، بس بتديلي طعم مختلف جدا للسمك المقلي. هكمل قلية السمك، وبرضو اول ما بيخرج السمك كده بنزل عليه بالخلطة بتاعتي اول باول كده زي ما احنا شايفين مع بعض. ما ننساش لا اله الا الله. نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله إطعام طعام وصلة أرحام وتعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد. اللهم آمين. ونقدم بقى السمك مع بعض كده ونشوف السمك بتاعنا الجميل. شايفين المنظر ما شاء الله، روعة جدا وطعمه مختلف. جربوا الطريقة هتعجبكم بإذن الله. بسيطة جدا بس مميزة، جربوها. شايفين المنظر يتقدم كده شكله جميل جدا وطعمه ولا أروع. حبايبي اللي يعجبوا الفيديو ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معنا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.